إذا أردنا أن نصل إلى حبل النجاح بأي عمل، يجب أن يكون هنالك تخطيط مسبق له، ودراسة جادة من جميع جوانبه ليكون محصنا من الأخطاء. لكن هذا الأمر لا ينطبق على منافسات دورينا العراقي الذي أصبحت فيه ظاهرة سلبية، وهي تغيير المدربين في الجولات من قبل إدارات الأندية بسبب النتائج غير المرضية للفرق، وهذا ما يزيد الطين بلة عليهم. وللتخلص من هذا الشيء، على الأندية معرفة الأخطاء وتحديدها في الفريق أو المدرب من قبل لجان خاصة تخرج بحلول مثمرة تخدم جميع الأطراف. يجب أن تكون هناك دراسة لوضع معايير خاصة من اللجنة الفنية بالاتحاد لهؤلاء المدربين، لكي الأندية تستند على ذلك بتسميته الفريق معين. يجب أن تكون هناك لجنة فنية خاصة في إدارة النادي، مسؤوليتها أنه تقدم السيفيات لها وتدرس المدرب الجيد حتى هذا الموسم، وشنو استراتيجية النادي، هل هي الحصول على المراكز المتقدمة، هي البقاء في الدوري. يعني تكون هناك استراتيجية، على أثر هذه الاستراتيجية يعين المدرب الأجدر بهذه المهمة، ويجب أن يكون هناك استقرار تدريبي. تغيير المدربين بين الحين والآخر يضعف ويشتت تفكير اللاعبين، فكل مدرب له وجهة نظر خاصة تختلف عن سابقه، ما يجعل الفريق يدخل بمتاهات عديدة تبعده عن الوصول للطريق الصحيح المؤدي إلى حصد النتائج الجيدة بمشوار المسابقة. أعتقد تغيير المدربين يعني مو مصالح الأندية. يفترض النادي من يوقع عقد مع المدرب هو مؤمن به ومؤمن بقدراته. نعم النتائج نوبات، يعني كرة قدم تخسر وتغلب، لكن على الفريق يعني أي نادي يفترض به موقع المدرب قبل ما يدخل معسكر تدريبي، قبل ما يختار اللاعبين يكون الاختيار على المدرب. ذاك الوقت إذا المدرب من حق النادي يغير المدرب إذا كان هو مختار اللاعبين. كل الأندية لها هدف هو الفوز، لكن الذي يتقن عمله على أحسن وجه هو من يتمكن الصعود للقمة، وهذا ليس بالشيء السهل ما لم يكن هنالك تعاون جاد بين إدارات النوادي والمدربين ليتمكن من قيادة أفراده بكل أمان خدمة لاسم النادي وتجميل صورة دورنا الذي هو مرآة كرتنا العراقية. ظاهرة تغيير المدربين أصبحت فريضة في دورنا العراقي، وهذا يعود بالأثر السلبي على فرقنا المحلية، ما يتطلب من إداراتها اختيار المدربين بصورة مثلى واستراتيجية تخدم جميع هذه الأندية. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.